السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بابا بده يشغلنا أغوية بالحوش، لأنه زي ما أنتم شايفين أغلبها هنا مكسورة، وهذا هو بابا عم بشيل أغراض عشان نصلح الأضواء. أول شي اللي هون عندي النافورة يا بابا. لا أقصد دول الضوئين، دول ابدأ فيهم. يعني الضوئين اللي هنا فوق خم الدجاج. الكرات. لا هذا العيون. ايوه. عندي ركب كشافات كبيرة. يعني مثل ما شفت بابا بده يركب هنا كشافات، ففيديو اليوم حتشوف كيف حنركبهم والشكل النهائي. بما انه الكل هسه مشغول، خليني اخذكم معي لنشوف الفاكهة اللي طلعت فواكه جديدة بعدنا ما قطفناهاش وما بنعرف شو هي، ليمون، برتقال. تعالوا اورجيكم اياها. صار لها تقريبا سنة، صح يا ماما؟ نعم. صار لها سنة وما قطفناها. ما بعرف سنة والله شي سنة. في طلع وين اللي شفناها اليوم؟ طلع ثمار جديدة الصبح ما اختفن. هاي هاي ان شاء الله اذا يعني ضلت ثابتة بتكبر. طلع انها تصير كلها ليمون مدري برتقال. اشوفها. شوف في بعد ترى هناك، شوف هناك صغيرة. اقطعها يلا. راح اجيب لنا السكين وصحن نقطعها. أفرجيكم شغلة ثانية طلعت بالحوش عندنا. شوفوا يوم زرعناها بدنا إياها تطلع ما طلعت. طلعت عندنا بامية. طبعا هاي من البذور القديمة تبع السنة الماضية، ورجعت طلعت هون. شو جيتي؟ يلا يلا تعالوا. وين باقي؟ بدهم مش يجوا يحضروا موسم القطاف؟ كانت نايمة وفاقت. يلا يلا تعالوا. يلا يا ماما اسحبيها، مش ضروري تقطعيها. ايوه شدي. اول مرة تقطع ثمرة من شجرة. جايبة اكبر سكينة بالدار عشان تطلع كويس. هل نشوف ليمون ولا شو بتقولوا؟ يعني بقول ليمون. برتقال. ما هي ريحة برتقال. ريحة برتقال؟ برتقال. بعدها ما سمعتش. تعال. لا ليمون. شو ريحتها؟ ليمونة بس كبيرة بالذات. ليمون. والله لونها برتقال بس ريحتها ليمون. يكون هذا اسمه الليمون البرتقالي او البرتقال الليموني. ما بعرف. هاي قطعيها بس لازم قشرتيها تقشير انت. لا هذا ليمون بس نوعيته ثانية. هذا اللي بيقولوا له الليمون الفرنسي اللي بيجي مش حامض زيادة. فرنسي مش كورونا. جربي. أنا صرت أتنطط هيك يعني الواحد كأنه قاعد باكل. أنا يدي مش نظيفة. قطعي ست قطع مشان الكل ياكل. 6 احنا عددنا 6. 3 4 5 6. ايوه. حامضة؟ طعمته طيبة. حامض؟ هو ليمون ولا برتقال؟ لا هو ليمون ولا يعني عارف. طعمة ليمون بس مش حامض، كله والله؟ برتقال. يكون برتقال وبعده مش مستوي يعني. لا طعمته طيبة يعني ما بدوش استواء زيادة. ما بده استواء. أنا أخضر ما صار له فترة طويلة. خالد ما بيحبش الحمضيات. بس هي حبها لأنه من عندنا صح؟ لا طعم ليمون طعم ليمون. وني. ريحتها طيبة بس مش قوية كمان. ليمون. ليمون؟ ليمون بدل نكهة ليمون بس مش حامض. قيمه 7 من 10. ليمون بس لذيذ هذا للأكل. صح واحد. تعي تذوقي. تعي تارين كانت نايمة. تعي سوي لها الصغيرة. هي وخالد ما بيحبوش الحامض. انت بتحبي الحامض؟ مش كثير. نعم. يلا يلا طيب. حامض. أنا بحب الحمضيات. مش حامضة. انت بالنسبة لك هم ما بيحبوهاش.
شو هذا؟ أصوات حلوة. جرس؟ دندونك كاتبين عليه. حلو الرنة، عجبتني يعني. لينا هذا يعني للبيت؟ هذا خير. وأخيرا واخيرا ما كبرن. شفتي شلون؟ رجعت يوم اياها؟ لا بعدني والله. كبرن صار يتمددن هذول هون وهون. هذا الخيار ها؟ بنربطهن حتى ما صار يلفن. هون مثل ياسمين بتقول لي هذول صار مكيرلي. صار شعرها كيرلي. وين ياسمين؟ الله جاية، ما توها جت من المدرسة؟ دوام المساء. طيب ماني جبت. بس مش كانوا ما فيش ثمار بعد لحد هسه؟ ثمار؟ ايش بدك يعني خلال شهر يطلع الثمار ولا هذا؟ بفكر تطلع بسرعة. تركيا هاي أنا مربيتها، استنيها تكبر. هاي متخبية جوا علشان العصافير لا توكلها. هاي هون جوا استناها تكبر، بعد بكرة الصبح بوكلها. هاي أنا مربيتها لا توكليها. شوفوا في هناك أروح يخبيهن عشان العصافير. خلينا نشوف أول مثل بالتركيب. بابا تحتاج مساعدة. تشتغل معي؟ آي. بس بطلعك فوق عند الكشاف. بس بدنا نرفع قاعدة الكشاف إن شاء الله ونشوف وين بدنا نوجهه. أوكي. أهلين. جيتي؟ ايوه ضقتيها ولا بعد؟ بعدني هسه. حامضة جربي. هو بالنسبة لي شوي حامضة. كثير حامضة. نكتها دلشس صح؟ حامضة بس فيها طعم البرتقال. مختلطة يا بين البرتقال والليمون. نكهة ليمون بس مش حامضة كثير. نكهتها النكهة اللي فيها. بس طيب صار اسنان صارت تشبه. زق. قولي لهم على المصيبة اللي ورطتي حالك فيها. أي مصيبة؟ بدي اطلع القي قصيدة من العصر الجاهلي يوم الاثنين. بالله مين اختارك؟ انا اخترت حالي بس الابلة صدقت وبسرعة اختارتني. بالله. كأنه بتذكر مرة حطيتي حاجة بهيك موقف زمان. لا أنا انت كنت ضحكت المدرسة كلها. انا بتذكر واحدة منكن حطت حالها بهيك موقف. اني كملي. اني قلتها انه هيك يعني انا بس استاذنت اطلع، بعدين هي قالت لي خلاص تمام كتبت اسمي. خلينا نتفاهم. كنت بمزح، بعدين اللي ورايا كمان قالت انا كمان بدي اشارك. طيب استنوا تراني كنت امزح. قلت لها قالت خلاص يوم الاثنين تيجي بتلقوها قدامي، بعدين يوم الثلاثاء نطلع بنلقيها قدام المدرسة. طيب خليني استوعب، قولي لها. استني شوي يعني ما كنتش يعني كثير بمزح، قاعدة بمزح. بابا شاطر بهاي السوالف. ما هو لأنه بابا كان شاطر. أنا يوم جيت مسابقة كنت بأول متوسط، جيت مسابقة للمواهب وأنا تركت مواهب العالم كلها. عاد رغد مش مثل ياسمين. لا أنا ما عنديش يعني الصوت عالي. ايوه مش مثل ياسمين. تركت كل مواهب العالم وجيت على مهمة الإلقاء الشعر كمان. قعدت أدور وأدور، بابا يحفزني وصار يورجيني مقاطع لناس. خلاص الشعر من اليوم رايح. أنا شاعرة. ايوه، ورحت دقيت شعر تمام وجبت كتبت اسم الشاعر، نسيت حتى شو اسمه، واتدرب عليها وتدربت عند المعلمة. دقيقة. ايوه لا مايل. نزلوا. خليه هيك يسار، خذوا يسارك. ايوه بعد كمان شوي. بس خليه موجع الدائرة، نحن اغلب قاعدين. واخذت الشعر
طلعت على المسرح. تمام، كان في مسابقة لأنها، فكان تصويت الطالبات وتصويت المعلمات. فأنا طلعت قلت، كانت أتوقع رقم 11. قلت لها أنا اسمي رغد، اليوم حلقة الشهر رقم 11. تمام. بدي أقرأ من البداية، بدي أقول اسم الشاعر. صوتها غص. صوتي طبعا وردي هيك الورقة ايش جيت قلت اقول الشعر، شعر القصيدة نسيته مكتوب قدامي بس مش عارفة اقرا. جيت قلت نسيت اسمه. المهم البنت بس اقولها صوت واحد صارت تضحك. كل الشعر غلط بغلط، ولا عرفت اقول ولا عرفت امشي. صرت بس امشي من المدرسة بعد المسابقة يقولوا لي راح نصوت لك عشانك ضحكتينا. صرت كوميديان بدل ما القي الشعر. عايزين لا تصيريش مثليها. لا تعلمي. أنا خايفة. أنا صار لي موقف مشابه لهذا الموقف. متى؟ قبل كم يوم، يعني صار يعني مو زمان. ايوه، كنت انا عم بتدرب على آية الفجر لرقم 10. سورة الفجر. ايوه. سورة الفجر. قعدت اقرا يعني كنت بتدرب، حتى بالمدرسة كنت عم بتدرب، يعني كنت متحمس حرفيا بدي اقراها قدام الكل. تمام. وانا كمان بالحصة كنت اعلي صوتي وكذا عادي، كنت عم بقرا. الا فجأة طلعتني الأبلة وانا بسم الله الرحمن، ما عرفت اقرا ولا حرف. صرت التاتا مو؟ ايوه. شوفي شو؟ في بطيخة طالعة. طلعت. ما شاء الله. والله والله في نوار ثاني ان شاء الله. هاي طلعت لحالها بدون ما احنا نزرعها. هاي هذا من الزرع القديم. في كثير نباتات من الزرع القديم. خلينا نروح نشوف بابا. انتي بتسولفي مع روكي قاعدة؟ بتسولفي مع بردانة. تعالين ترى الدنيا برد عندنا يا جماعة. لا عن جد الجو بارد. ايوه، قاعد بعطيه الوضع اخشاب واحجار العب فيه. من هون بدك توصل له كهرباء؟ لا عندك، بس بدي اجربه. تجربة؟ التجربة الأولى. ما ثقلتوش الحام أساسا. اي كمان انت لك نظرة ثانية بالاتجاه. شوفوا كمان. أيوة. اني بعرف. نظرة خاصة. تعالي جيبي لي التستر يا رغد التستر المفك الأصفر. عندك بالكيس. بالكيس شوفيه. كل ما اعطيله حجرة او خشبة يجي يشيلها بفمه ويحطها عند هذه الشجرة. وما أيوة. اعطيته الخشبة هاي اركضي. قد حجمها، اعطيته اياها. بعدين بعد شوي لقيته نايم على ظهره وحاط خشبة بفمه. بيلعب فيهن هو. ايوه. يعني هسه المفترض رياضي. بسم الله. ما اشتغلش. ليش؟ يسخن هذا. هذا بده اقلاع. شغال؟ لا باقي. يعني بده وقت لحتى يشتغل. والله ماني عارف، المفترض انه يشتغل فورا. لا نقعد نستنى. طيب وهو عم جربته تحت بالاول. قبل ما تعلقوا. وهو عم بيسخن، ليش ما نروح نركب الباقيين؟ مو لحتى يشوفوا لان هذول جديدات بعد بابا ما بعرفش اذا شغالات ولا لا. بدي يجرب اول واحد بعدين بشوف الباقي. كيف احساسكم وانه صار عندنا برد؟ يا الله. يعني شلون احساسكم؟ خرج قصة يا اخي قصة. والله صار الواحد يلبس جاكيته بالبيت. والله برد اليوم ولا شو اسمه يعني بالبيت. المكيف ما اشتغلش. ما اشتغلش اول شيء. برد يعني لابسه جرابات بالبيت. احنا بجد لابسين جرابات من البرود. شوفوا تعليم تعرفوا قديش هي بارد. وتحت في جاكيته. آه. يعني ساعات على الظهر هيك كان في هواء بارد. أي. الحين الشبابيك صح فيه شمس بس بارد يعني ما فيش مكيفات. وانتوا بالمدرسة ما شغلتوش مكيف كمان؟ لا شغل. انتوا عشان طالبات كثير كتمة. نجرب الثاني.
ممكن يكون هو عطلان. هذا جديد، هذا مفترض. شوف الصوت هذا يوقع. شمس. شكله عطلان. شلون بطلع صوت؟ الا ماكينه هاي. هذا على الديزل. عشان هيك بتقولي بصرف كهرباء؟ بس يشتغل، بس يسخن بيضوي الحاره كلها. كان لونه اصفر بعدين صار ابيض، بيساوي بالعيون. ايوه قوي ضوء زين. قوي. خلاص هذا شغال. يعني بدك ترجع تفك هذاك مثل لحمته. ما هو شلون بدي افك؟ لا بفك بس القاعده، شلون بدي انزله؟ شوار. يلا بعينك الله. ماما مين بيتذكر هاي؟ هاي سويتيها اول ما جينا على البيت. كمان ماما بس بيضغطوني شوي ألعب فيهم. جيبي قوس، بضلهم بيقولوا تعالي ليش شعرها على عيونها. أنا قصة معي في البيت. طيب روحي جيبيه حطيه. طيب. حطيتي قوس؟ ايوه. تذكري هاي؟ هاي اول ما جينا على البيت. اي بابا اعطاني اياها عشان العب فيها لما كنت اسوسك في الغرفة. هسه الاطفال العاديين ابائهم بيعطوهم معجون سلايم بيلعبوا فيه، انا بابا بيعطيني اسمنت العب فيه. سمعك بابا، تعرفي ليش؟ ليه؟ انت قلتي الاطفال العاديين لانه انت طفلة غير عادية، انت طفلة مميزة. عرفتي ليش بابا بعطيك اسمنت؟ ايوه عشان شوفي المعجون والسلايم بخرب وبروح بتكسر، او السلايم حتى يعني ما بيدومش. عرفتي؟ بتلف يعني، اما هذا الاسمنت بيدوم يعني، عشان هاي تظل ذكريات لك. عرفتي شلون؟ انا اتذكر سويت واحدة بس ما اعرف وينها، اتوقع انها انكسرت. يمكن اقول لك وين لقيتها هاي. وين؟ تعالي هاي انا اللي لقيتها. لقيتها كانت مدفونة برضه الحوش؟ حفر هنا بس الاقيها موجودة. انت عشان كنت تدور على احجار. اي خالد صار له فترة بيجمع احجار من الحوش. ايوه الان جمعت حجرات نادرين. هو بيشوف احجار اشكالها حلوة وغريبة بيغسلها وبيحتفظ فيها. ان شاء الله مشي الحال. مشي، بس اسعى المهمة الاصعب الاستبدال. انتبه لا تكسر هاي، بس انتبه لا تقع. لا عادي خليه يقع. الواحد بيقول لبابا انتبه لا تقع يا بابا. شلون الاجواء عندك في المطر؟ جو هنا مائل وغائم ومنخفض. أرغد سلامات. شلون الأجواء عندك فوق؟ مائل وآيل للسقوط. لونها فضي يا ماما، كلها حديد. وش بالكيس؟ اطلعي 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 على الدرج. اطلعي كمان وجه. يلا يا بنت. يعني جبتوني يعني ليش ما طلعتوا ياسمين ما تحتاج السلم. بما انها صرت شتوية سويت هذا. انت سويتيه؟ اي والله سويته من زمان بس انا صرت شتوية. قومي يا بنت. خذي يا ياسمين ماما خذي. ياسمين شايفين؟ ما طلعتش ولا درجة. ثقيل هذا. هاي ثقيل. ثقيل اصلي هذا. بسم الله. على كلمة ثقيل أصلي، أم خالد كان عندها قاعدة زمان، بدها تشتري شغلة تقضى بالغرض توزنه. إذا ثقيل خلاص اشتريه يعني أصلي. أبو خالد؟ ايوه. وبعد ماسكها علي. خلاص كلهم قالوا لك ممتاز. لا استني، وصلت الكهرباء بابا بحطها. تعالي اجربه. بس بعد الكبسة. لا تمام.
لا ما انت قلت هسه بيسخن. يلا خلينا ننتظر. يلا يلا انتظروا. خلينا ننتظر. شوف هسه وين متجه، هسه بقدر احركه شوي فوق تحت. بس الزاوية كويسة هون. نروح المنطقة هاي. بعدين نحط واحد هون، بدي اشوف لك ايش ماله. وواحد على السطح. هناك. صرت ابين؟ اي انت مبين. نورك كافي انت اصلا، انت ما بدكيش كشاف. ماما غير لونه. طفي الفلاش اللي عندك عشان نشوف الفرق. طيب يا هسه هاي الاضاءة بدون فلاش. ان شاء الله يا رب ما يفشلنا. هنا بدأ يطلع. هنا بدأ يطلع ظل. ايوه هنا في ظل. صار في ظل له خالد؟ ايوه شوف هنا. اي صار في ظل هون. صار ضوء، صار ضوء اخضر. صار حواليكم اخضر. ايوه صح. لا عن جد الضوء اخضر مش ابيض. وخالفكم صار في بنفسجي، الجدار صار لونه صار في بنفسجي. ظل لي. اي صار. يعني في ظل. اي هو خلاص قوي شوفه. قوي قوي. لسه عم يقوى. بالعكس اضاءته مرة حلوة. بعد بدنا. بدنا بعد اكثر من واحد. قوية. الاضاءة هاي الثانية. ها هسه بفكر جد الدجاج الشمس طلعت طف وصار. هسه عم بطلع الفكرة النار طلع. شوف شلون ملعب كرة صار. والله كويس الاضاءة. بس لا كويس. ايش هذا واحد ثاني؟ هذا 50 واط. هذا اللي اشتريته امسيه. جد من قدام خليني اشوف الاضاءة شلون راح تطلع معاكم. جد من. ايوه هذا قوى. هذا اكرم لونه غير. لا اللون اللي معك ابيض ساطع، هذاك اصفر. هذا اللي فوق شوف شلون حتى بالتصوير واضح، هذاك اصفر واللي معك ابيض ناصع. ايوه صح واضح. المنطقة هاي مضوية. ايوه هيك بدون إضاءة. هيك بدون إضاءة. شوفي رغد. بس أني هون قريب. بتعرف شو باللون الاصفر احلى. بالله. ايوه شوف احنا عشان التصوير لد شلون زيح، شايف شلون؟ ناصع هذا. قاعد بقول لك ابيض ساطع جدا، اما هذاك على اصفر شنو؟ شايف شلون؟ بعطي لون كأنه حقيقي. كأنه الدنيا العصر المغرب هيك. يعني لو حطينا اثنين بعد منه 150 واط. هون مبين شايف شلون الإضاءة بتحس كأنك ماضي فلاش. لا أنا بقول خلينا أبيض. على الأصفر أحلى، بحسه واقعي أكثر. شايف؟ بنحط بعد اثنين منهن وخلاص. بصير حلو هيك. كأنه ضوء شو اسمه فرنيشات. ماني قاعد بقول لا هيك أحلى الأصفر. حدائق ها؟ ضوء الحدائق. صرت كأنك مشيب. والله والله. شكلي بخوف. صرت اشوف دوائر خضراء. بغمض عيني بشوف ضوء. اشوف تاني شو بتطلعي. يا ولي بتخوفي طالعة. بقول بدنا هذا 150 واط. أيوة. هذا 50 واط. هذا بصرف وذاك يصرف قدي هذا على 3 مرات. أيوة. مرتين. تمام. يعني هذا بصرف مرة وذاك بصرف 3 مرات. يعني احنا عرفتي؟ هسه بعد محل الجو طفينا المكيفات الموفر هذا شو اسمه يزيد علينا. اي بس انت لا تنسي اضوى الحوش كله ترى. لاحظي الحوش ام خالد شلون ضوى حلو كله. يعني ها صار. خليك من هذا اللي انا مضويه هسه طفيته. ما شاء الله. الحوش كله ضوى. شايف شلون؟ عندنا دائما انهار. يعني بعد بحط واحد على السطح شوف يضوي احسن. شوف أنا بقول إنه هو هذا بما إنه بصرف كثير حلو وقت اللي نصور. ايوه. مناضي، أما إحنا ما نكون سهرانين لحالنا بالعادة مناضي نارة على العتمة يكون أحلى. بجيب حبتين 3 من
هون مثل هاي، شفتيها هاي اللي بالحوش هون؟ بس تكون هاي بيضة. صحيح، الأصفر بيكون أحلى. بنجيب 3 4 هون بنشكشكهن. هاي بالحلل على الطبيعية. بس بدنا نصور او سهرة او شيء او حفلة او اي شيء بنشغل كل الاضاءات، كشافات بصير اللي بتصرف اللي بتصرف. اللي بتصرف كثير. يلا ده كان في نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وسبسكرايب ومع السلامة.